ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه محمد حماقي الجديده، اغنيه مش كفايه فراق، لسه نازله كده بقالها حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه مش كفايه فراق الدراما لحماقي، بس اغنيه كلها شجن بجد، كلها حزن، اغنيه تقيله يا جماعه. يعني اللي هيسمعها هيفهم انا بقول ايه كويس. بقاله كتير قوي حماقي ما عملش اغاني دراما من ساعه طبعا الالبوم الاخير، وبعد كده ما كانش فيه اصدارات كتير. كل الاغاني اللي حماقي نزلها الفتره الاخيره كانت مقسومه، لكن ما فيش اغنيه دراما. اغنيه كانت صدمه بالنسبه لي. انا لما سمعت الاغنيه عجبتني جدا، كلماتها تقيله. يعني تامر حسين في الاغاني الدراما بحس ان هو حاسسها جدا، بحس ان هو بيعملها باتقان اكتر، بيبقى حاسس الاغنيه وهو بيكتبها. من الشعراء اللي انا بحبهم جدا على مستوى الفني، فهو شاعر محترم وانا بحب شغله، راجل اخلاق، ودايما بحس ان هو بيرد بشغله. انا ما بردش على حد، بس انا برد بشغلي، دي اهم شيء. لكن اللحن بالنسبه لي كنت حاسس كان ممكن يطلع افضل. يعني شايف ان اللحن كنت طلع اقوى شويه لو كان اتقل على الكلمات الجامده التقيله اللي اتعملت دي من تامر حسين. الموضوع كان هيروح في حته تانية خالص. انا ما بقولش ان اللحن اسوأ لحن انا سمعته في حياتي، انا شايف ان اللحن كان كويس، بس ليه ما يطلعش احسن؟ ليه ما يطلعش افضل؟ بالنسبه لي عزيز الشافعي يا ريت كان يشتغل على اللحن بشكل اكبر من كده. بالنسبه لي توزيع كان من الحاجات اللي كانت شداني قوي من اول الاغنيه لاخر الاغنيه. يعني تميم من الناس اللي هم عارفين بيعملوا ايه. موزع تقيل يا جماعه، سواء هو ولا توما. برضه توما من الموزعين الكبار واللي انا بحبهم قوي. يعني موزع قوي ودايما بيعمل شغل حلو، ودايما بحس ان هو عنده نظره، عنده رؤيه، فدايما بيطلع الاغنيه بطريقه احترافيه جدا. تميم من الموزعين التقال قوي، اللي هو بيعمل اغنيه بتنزل بتبقى هي الاغنيه دراما بقى او مقسوم، ايا كانت الاغنيه، بس الاغنيه بتطلع قويه. فبالنسبه لي ان هو موزع مش سهل، موزع تقيل. فانا بكون متفائل جدا باسم تامر حسين او باسم تميم في اغنيه، فانا كده خلاص هدخل واسمع حاجه دمار. يعني الاغنيه هي دمار فعلا. الاغنيه عجباني جدا لدرجه ان انا بدندنها وانا قاعد في البيت. هي دخلتني في حاله وفي مود، مع اني انا ولا في مود ولا في حاله ولا في اي اكتئاب الحمد لله، ولا اي حاجه مزعلاني، بس هي الاغنيه دخلتني في عالم يعني كله اكتئاب وكآبة. اغنية تقيلة. يعني حماقي بيفاجئني دايما بالشغل بتاعه. في الشغل الدراما او في الاغاني اللي بتنزل ليه دراما بتبقى مختلفة عن باقي الفنانين، ليه طريقته في الغنى غير اي مطرب تاني. يعني دي حاجة بتعجبني جدا من حماقي. توزيع شغال عليه بشكل قوي، ان هو بيعمل موسيقى جديدة، بيدخل لنا توزيعات قويه، موسيقى بتبقى مختلفه. تقعد تسمع الاغنيه عشان تقعد تركز في الموسيقى، اللي هو ركز في الموسيقى، اسمع الاغنيه بس برضو انت هتاخد كلمات وشغل لحن نضيف، وهتاخد موسيقى كمان معاهم تقيله. دي حاجه تحترم جدا من محمد حماقي، انه بيطور في شكل المزيكا ودايما بيعمل الجديد ويعمل الحاجه اللي بيحبها في نفس الوقت، لكن بطريقه احترافيه، وفي نفس الوقت بيواكب الزمن او الوقت اللي احنا فيه. ان احنا تقريبا كل يوم حاجه جديده بتظهر وحاجه جديده بتطلع، كل يوم بقى فيه جديد. زي برضو الذكاء الاصطناعي اللي هي الذكاء الاصطناعي بقى موضوع منتشر بشكل كبير قوي، وبقى معمول بطريقه كبيره. بسمع اغنيه مثلا بصوت مطرب فلان تاني، وبصراحه انا في اغاني بسمعها باصوات مطربين تانيين تعجبني اكتر من المطرب نفسه. فدي احنا كده في كارثه يا جماعه، احنا رايحين على فين تاني؟ فحماقي الاغنيه انا شايف ان هي تقييمي ليها ممكن اقول 8 من 10. الاغنيه بشكل عام اقوى حاجه فيها كانت الكلمات والتوزيع والالحان، كانت معموله بطريقه كويسه. لكن اللحن كنت حاسس ان هو لسه محتاج يبقى اكتر من كده، حاسس ان كان ممكن يطلع افضل من كده كمان. حماقي كان تعبان في الاغنيه دي جدا وعاملها بشكل حلو، وكانت مفاجاه كبيره ان حماقي تقريبا كل كام يوم بينزل اغنيه جديده. فهل دي كده تبقى ممكن بشرى الالبوم جديد، ولا هي اغاني سناجل بتنزل كل فتره كده؟ انا على فكره من جمهور حماقي وكل الناس عارفه كده، انا بحب حماقي جدا، بس انا يعني مطربي المفضل اكتر طلعت عليه اكتر او سمعت له اغاني، او ان انا ابتديت ان انا ادخل في حته الموسيقى والمزيكا كان تامر حسني وعمرو دياب. حماقي برضو في النص. حماقي من الفنانين اللي انا بحبهم، بحب له اغاني كتير على فكره. لسه ما سمعتش الاغنيه، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. مميزات اللي انا شايفها ان حماقي بيعمل حتى طريقه اللوجو بتاع الصوره بتاع الاغنيه مختلف، ما بيحطش صورته زي بعض المطربين. الفكره دي بقت كتير قوي، بيحطوا صورته او فوتو سيشن، بيحطوا صوره او خلفيه معموله او حاجه لايقه على المنظر بتاع الاغنيه او الاحداث يعني اللي في كل مقطع ومقطع. دي حاجه برضو جديده، في هنا اختلاف اتعملت شويه بس مش كتير. فانا شايف ان هي من الاغاني اللي كانت قويه، شايف ان هي علامه لمحمد حماقي، اغنيه هتعيش، اغنيه هتتنسي. لو انت جيت سالتني ان انت هتسمع الاغنيه دي الفتره اللي جايه ولا لا، هقول لك اه طبعا هسمعها. اغنيه من الاغاني القويه، وشايف ان هي هتعلم لحماقي كعاده اغاني حماقي، ان هي تنزل ممكن في الاول تحس ان هي مش عامله ضج قوي، بس بعد كده بتزيد وبتعمل شغل جامد مع الوقت. قولوا لكم في الكومنتات تحت، عايز اعرف الاغنيه كانت عاجباكم ما كانتش قد كده؟ قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم ولا كانت نص نص، كان ممكن تطلع افضل. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كان في محتوى قدام اكتر واكتر. وشرف كل مكان لكل اصحابكم، ما تقدروا تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.
شكرا.